اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. جايه لكم كده النهارده في فيديو بقى. بصوا، بعد ما نزلت ولادي المدرسه عملت كده شويه حاجات خفيفه في المطبخ. وايه اول حاجه بدأت بيها ان انا طلعت المواعين يعني مغسوله من بالليل. انا قبل ما بنام بكون حاطه في الغساله، يعني المواعين بتاعه العشاء او لو في غدا او عشاء على بعض، يعني بروح حطاها في الغساله عشان اول ما اصحى الصبح ارصها واحط بقى المواعين بتاعه الفطار، يعني اللي هي بيفطروا بيها الولاد الصبح. ولو لقيت المواعين قليلة او كده فمش بحطها بقى، بستنى لحد ما مواعين الغدا او كده واروح احطها. بس انا النهاردة كان عندي، كنت عاملة يعني حاجات كتير من بالليل، فحطيت شوية مواعين بتاعت اللي هي بتاعت من بالليل، وفضلت كمان شوية كده سبتهم. قلت لما اصحى الصبح بقى اشوف اللي عايز يتحط في الغسالة واللي مش عايز يتحط ابقى اغسله على ايدي. تمام. عملت لهم شويه باتيه وكده. فبصوا المفرش ده يعني هو مش مفرش، هي قماشه كده انا مخلياها، يا اما بصفي عليها المواعين، او لما اكون مثلا يعني بغسل خضار او حاجه، فبغسل الخضار واطلعه يتصفى على القماشه دي. تمام. هنا كنت عامله مكرونه بقى، فقلت اشيلها كده على جنب عشان كمان شويه هعمل تونه ومش هشتغل كتير في المطبخ، يعني قلت احط المكرونه دي جنب التونه ونتغدى. فرحت كده لقيت البوتاجاز طبعا عايز يتغسل بس غسله خفيفه، فقلت مش هحط منظفات ولا حاجه لان هو مش محتاج. حطيت كده الفوطه ورحت مسخنه شويه ميه في الكتل وحطاهم على الفوطه. وبصوا لمت كل الحاجه اللي على البوتاجاز بقى، الدهون والبقع والحاجات اللي كانت على البوتاجاز دي كلها اتلمت، يعني مش محتاج اصلا اي منظفات. وبعدين رحت لما الرخامة اللي هي بقى الحاجة اللي هي جنب الحوض، رحت لماها عشان ادخل على المواعين والحاجة اللي عندي من بالليل انضفهم وكده. تمام. شلت الفازة بقى، قلت اغير، بدل ما احط هي دايما محطوطة السودة دي، احط الفازة البيضة دي واشيل الطبق، يعني هغسله كده لان هو اصلا طبق مكسور، بس انا بحط عليه الزرعة دي. دخلت هنا بقى على المواعين عشان افصل الحاجة اللي عايزة تتغسل في الغسالة، اشيلها كده على جنب، والحاجة اللي هغسلها على ايدي اغسلها يعني على ايدي وكده. شطفت بقى المواعين دي كلها كده. صحيح كنت عايزة اشكر كل اخواتي اللي كلموني على الواتس. احب اشكركم كلكم، يعني ان انا بقالي حوالي فترة ما نزلتش فيديوهات لان احنا كنا تعبانين وكده، واخدين دور برد زي العسل يا بنات والله. بصوا كل الناس كل ما اكلم حد يقولي والله تعبان، يعني مش عارفة ايه دور البرد اللي ماشي كده على الناس اليومين دول، بس احنا كنا واخدين دور برد كده زي العسل، فهو ده اللي كان مانعني ان انا اعمل فيديوهات. فاشكر كل اخواتي اللي كلموني على الواتس واقول لهم متشكرة جدا على سؤالكم حبايبي. بس كده بصوا اهي دي الصينية دي بقى انا عملت فيها باتيه، كنت عاملة فيها باتيه للولاد عشان ياخدوه معاهم المدرسة. فشطفتها كده وكنت عايزة ادخلها الفرن. بس لما لقيت بقى كنت عايزة ادخلها الغسالة، ولقيت الحاجة اللي في الغسالة كتيرة، اللي هتتحط في الغسالة كتيرة، فرحت خليتها كده خليت الحاجة على جنب عشان اغسلهم على ايدي. تمام. وشلت كده شطفت كل الحاجات الصغيرة. انا لما باجي ارص الحاجة في الغسالة برص الحاجة الصغيرة وبخلي الحاجات الكبيرة، يعني لما بتكون المواعين كتير بخلي الحاجات الكبيرة بغسلها يعني على ايدي وكده. تمام. غسلت بقى كده هنا كنت حاطه في كذا، يعني في كذا صينيه، كنت حاطه في الصينيه دي والصواني اللي هي السوداء بتاعت اللي كنت بغسلها معاكم من شويه دي. بقيت بقى اغسل كده في الصينيه دي، فيها شويه حاجات كده عايزه سترس، بس انا ما كانش عندي سترس فغسلتها دلوقتي، طلعت منها الدهون اللي كانت فيها، والبقع السودا دي مش راضيه تطلع. فقلت لغايه ما اجيب سترس يعني هغسلها كده، وبعد كده ان شاء الله لما اجيب سترس هطلع كل، لانه جميل يا بنات، اول ما ترشيه كده يروح مطلع لك كل البقع السودا اللي هي بتبقى في اي حاجه دي. شطفت بقى الحاجة بتاعتي كده، وبعدين رحت بقى. بصوا انا عايزة اقول لكم ان انا هنا واقفة، يعني عايزة اخلص بسرعة عشان عايزة انزل السوق،
وفي نفس الوقت كمان عايزة الحق ميعاد خروج الولاد من المدرسة، لان انا كنت بعمل الفيديو ده بعد ما وديت الولاد المدرسة وكده. وقلت اخلص المطبخ وكده كده اصلا انا مش عندي طبيخ ولا اي حاجة النهاردة. هنعمل تونة وكده، فايه عايزه اخلص بسرعه عشان الحق بعد ما انزل السوق يكون الولاد بيطلعوا بدري. يعني بصوا، في عبد الرحمن بيطلع بدري من المدرسه على 11:30 كده، يعني 12، واخواته بيطلعوا على حسب بقى. هي المدرسه بتاعت بنتي بتتاخر شويه، يعني شويتين 3، مش شويه واحده بس. اوقات كتير بيطلعوا الساعه 2:15، وبنفضل بقى مستنيينهم نشوفه في الشارع من الساعه زي ما يطلع عبد الرحمن مثلا 11:30 لحد ما يطلعوا هم من الساعة 2:15. فبنفضل فترة طويلة واحنا مستنيينهم في الشارع انا واخواتها، يعني لان ابني الصغنن في حضانة فما مش بيتأخر. هو في نفس المدرسة بس مش بيتأخر، لكن الاعدادي بيأخروهم. غسلت هنا بقى اللي هي السيليكون دي، المفرش السيليكون ده انا كنت بعمل عليه العجين. فامبارح لما خلصت ما كنتش قادرة اعمل كل الحاجات دي، رحت لميت الحاجة كده، لميت نص الحاجة وسبت باقي الحاجة. الصراحة يعني ما شطبتش المطبخ من بالليل، لان زي ما قلت لكم احنا واخدين ادوية وكده، فالموضوع يعني صعب. صعب بجد يا بنات، صعب. الام لما تكون تعبانة تحسي كده، بصي ان مفيش وقت للتعب. والله العظيم انا بقيت كده نايمة انا ونايمة اقول ايه، قومي وقومي، مفيش وقت للتعب، لان خلاص انتي نمتي. بتقومي بقى تلاقي مواعين وراكي، وتلاقي الدنيا مدربكة، والحاجات عايزة تتوضب، وغسيل عايز يتغسل. ده لو نمتي يومين ولا نمتي لك يوم ونص تحسي ان الكلام ده كله عايز يتعمل. فوالله قعدت اقول لاولادي ما فيش وقت ان الام دي تتعب يعني. خلاص الام لو تعبت خلاص تحس البيت كله متدربك، اللي عايز ياكل واللي عايز يشرب، وغسيل عايز يتغسل، مواعين قد كده. وبصي لو نمتي يوم ونص هتقومي تلاقي الكلام ده والله. فقعدت اقول لهم انا ما فيش وقت ان الام تتعب، انا عايزه اخد حقن تخففني بسرعه عشان يعني مسؤوليات كتيره. بس خلاص خلصت المطبخ كده وكنست بقى المطبخ، وخلاص كده اهو. بصوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، لان يعني فعلا كنت تعبانه. فيلا بقى باي باي، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.